ما تستاهل شعب ما عنده شيء اسمه صعب، يموت ولا يفقد الامل، ما في قاموسه تعب، وعشان هالديره قدر يكسر بايده الصخر، من بعدها تقدر تقول. أنا حقيقة فخور باللي شفته من عمل، وعندي ثقة كبيرة في شبابنا، ثقة كبيرة في فريق كويتي وافتخر الأخضاري وزملائه. بالفعل اليوم كويتي وافتخر هذا العمل التطوعي استطاع أن يقدم شيء مهم جدا لشباب الكويت، وأن يدمجهم بطريقة احنا نسعى لها في ضمن أهداف الدولة لرعاية وتمكين الشباب. الروح اللي موجودة، روح التطوع، المشاركات، المساهمات، تحقق أيضا استراتيجية الدولة في عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا حقيقة العمل اللي نتطلع جميعا له. وكل الشكر كويتي وافتخر، كل الشكر للمتطوعين المتطوعات، كل الشكر للمساندين، كل الشكر للرعاة. مساهمتهم مساندتهم هو دعم أيضا أثر أكبر من دعم الشباب، ودعم أيضا السياحة الداخلية بالكويت. فألف مبروك لنا وألف مبروك لكم، ونتأمل إن شاء الله المزيد. وشكرا كويتي وافتخر، شكرا أخباري، وهذا اللي عودنا عليه دائما، وموفقين. والله يحفظ الكويت دائما دار أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء، والشعب الكويتي الحبيب الوفي، وأيضا إلى كل مقيم على أرض الكويت الحبيبة.